صباح الخير عليكم. الساعة دلوقتي 6 الصبح، ميعاد قرص 6 الصبح، ومسميها كده علشان بصلي الفجر وبعملها، وعلى الولاد ما بيصحوا على الساعة 7 بتكون خلصت. هاتي كوباية زبادي وتعالي نعمل مع بعض قرص 6 الصبح. كوباية كبيرة من الزبادي أو كوبايتين صغيرين، مش مهم نوعه، المهم ان هو ما يكونش لايت. معلقتين كبار من السكر هنزل بيهم على الزبادي، سكر بودرة او سكر عادي مش هتفرق. رشة صغنونة خالص من الملح، يعني ذرة كده بطرف ايديكي، مش محتاج معلقة. ومن اكتر الخمائر اللي بثق فيها هي دريم، علشان كده ما احتاجتش اعمل لها اختبار. هنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة. معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما تقوليش عشان انا حاطه معلقه خميره كبيره يبقى البيكنج باودر ملهوش لازمه. معلقتين كبار من اللبن البودره، وما تقوليش ملهوش لازمه لانه بيدي طراوه حلوه قوي قوي للعجين، وكمان بيدي طعم حلو قوي. دول معلقتين كبار، اتبقى حبه صغيرين، بدل ما احطهم بعد ما افصل الكاميرا احطهم قدامكم احسن. ودي نص كوبايه من السمنه البلدي، بتدي طعم حلو قوي، او الزيت ممكن، او السمنه العاديه برضو مش هتقول لا. بحب احط ريحه الكحك في كل المعجنات اللي بعملها، مش عارفه ليه، بس دي براحتك اختياري، مش عايزه تحطيها ما تحطهاش. هخلط كل الميكس اللي انا حطيته، نقوله مع بعض بسرعه. كوبايتين صغيرين من الزبادي، ذره ملح، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودره. حطيت كده نص كوبايه ميه علشان العجينه تبقى سايله، او الخليط يبقى سايل معايا اكتر. وهقلبهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما يبقى سايل خالص. دقيق متعدد الاستخدامات، وهحط 4 كوبايات. انا بنخل الدقيق عامه لما باجي اعمل الكيك، لكن لما باجي اعمل المعجنات مش بهتم قوي ان انا انخل الدقيق. نزلت ب4 كوبايات وعلى الخليط اللي انا عاملاه. القرص دي بتاخد ساعة وربع، ساعة تخمير وربع ساعة تجهيز وخبيز. نزلت بمعلقتين من السمسم، السمسم بيدي طعم حلو قوي للقرص. هقلب بقى كله مع بعضه وهعجنه. مدة العجن يعني من 5 ل7 دقايق، ما تزوديش عن كده. هعجنها، ولو حسيت ان هي ناشفة معايا سنة بحط بقى بق من اللبن او بق من المية، مش هتفرق، بق واحد بس مش اكتر من كده. اهم حاجة العجينة معايا تبقى مظبوطة، ودي حاجة بترجع لعينيكي لان كل نوع دي بيختلف عن النوع التاني. خلاص العجينة لمت معايا وما بقتش بتلزق، وهغطيها وهركنها نص ساعة. طب اعرف منين ان العجينة بتاعتي ناجحة؟ باخد منها حتة كده، ولو لقيتها فيها يعني بتشقق لما باجي افردها كده، يبقى العجينة لسه مش مظبوطة. والعجينة بتاعت القرص بتتقطع مش بتمط زي عجينة مثلا البيتزا. هغطيها واركنها نص ساعة، وبعد نص ساعة كانت خلاص اختمرت معايا، مش بكتر الوقت اللي انا بركنها بيه. بشوف دايما ان من احسن الطرق علشان اقطع القرص، او من اسهلها يعني، ان انا بجيب قطعة العجين اللي عندي وبعملها رول كده، وبقسمها ل3 أو 4 قطع على حسب بقى المقاس. وباخد كل قطعة وبرضو بعملها على شكل رول كده، وبجيب بقى القطاعة وبقطع كل قطعة على حسب بقى المقاس اللي انتي عايزاه. انا عاملاها وسط، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، بغطي الباقي علشان ما ينشفش. علشان احاول اظبط شكل الدايرة بحطها كده، وبحاول الم الاطراف كلها على بعضها وبقلبها وبفردها. بشكل الكمية اللي عندي كلها، وعايزة بقى تاخديها كده زي ما يعني تخلي العجينة كلها على بعضها وتاخدي قطعة قطعة براحتك. عايزة تكوريها كده على الرخامة برضو براحتك. زي ما قلت لكم الموضوع كله بياخد معايا من ساعة وربع لساعة ونص. نص ساعة تخمير في الأول، بعد كده نص ساعة تخمير بعد ما شكلها، ومن 20 ل25 دقيقة خبز أو خبيز يعني. والتجهيز بياخد حوالي 10 دقايق. بعد ما ركنتها نص ساعة ده كان شكلها. بكون مسخنة الفرن على أعلى درجة حرارة، وبدخلها على درجة حرارة 200 أو 220 على حسب ما هو عالي عندك، أو على حسب أعلى درجة حرارة عندك. ده كان شكلها. الافضل ان انا بعد ما اطلعها من الفرن اغطيها علشان تفضل طرية. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك للقناة، واشوفكم على الف